السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض موديل هو عبارة عن سلسلة من من 4 دور، سلسلة 4 دور. ممكن نستخدم فيها نوع واحد من السلسلة ونعملها 4 دور، او ممكن نعملها بسلاسل مختلفة. تمام. ايه هي الادوات اللي احنا عايزينها عشان ننفذ مع بعض الموديل ده؟ هنحتاج 4 انواع من السلاسل، وليكن الشكل ده. طبعا دي بقرة السلاسل موجودة عندي بالشكل ده، اللي هو عبارة عن الشكل ده. تمام. ونحتاج بقرة السلسلة اللي هي البلبلة دي. تمام، زي الشكل ده. ده بقرة السلسلة البلبلة. هنحتاج برضو بقرة كمان اللي هي زي السلسلة الاستانلس دي. تمام، بالشكل ده. ونحتاج بقرة سلسلة رابعة اللي هو الشكل ده. ده سلسلة تقيلة شوية او كبيرة شوية، بحيث ان هي يعني يبقى في سلاسل صغيرة وسلاسل كبيرة في الادوار، تدي شكل كويس للموديل. طب هنعمل ايه؟ طبعا السلسلة ال3 دور او ال4 دور او الدورين، يعني حاجة بسيطة جدا، مفيهاش اي حاجة. هي كل اللي فيها ان احنا نظبط المقاس، مش اكتر. كل اللي فيها ان احنا نظبط المقاس. فاحنا نعمل ايه؟ احنا ممكن نبتدي المقاس من 40 سنتي، 40 سنتي، 45، 50، 55، او ممكن نبتدي من 45 سنتي ونوصل لحد 60. يعني كل دور هنزوده 5 سنتي. طيب هنعمل ايه؟ طبعا برضو هنحتاج كمان معانا المسطرة، وهنحتاج معانا الادوات بتاعتنا اللي هي الزرد اللي احنا بنستخدمه، اللي هي الزردة الناعمة والزردة المبرومة. وهنحتاج معانا القصافة. تمام. اول حاجة هنعملها قبل ما نبتدي، برضو هنحتاج برضو زرد. ده زرد اللي هو مقاس 6 الصغير، هنحتاج زرد مقاس 6. وده زرد اللي هو الأكبر منه، تقريبا مقاس 8. وهنحتاج دلاية. دي دلاية كنت أنا جايباها من أولاد نزار، كنت مراكم في فيديو المشتريات، اللي هي العين. تمام. فممكن نحط معدن، أو ممكن نحط دلاية ألماظ، أو ممكن نحط يعني أشكال من الحجر، أي حاجة تنفع. فاحنا هنحط القطعة اللي هو العين. تمام. هنحط ال3 زي بعض، 3 دلايات. هنحتاج 3 قطع من العين دي. تمام. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ، هي ما فيهاش اي حاجة خالص، ان احنا نبدأ نقص المقاسات اللي احنا قايلين عليها، اللي هي احنا نبدأ من 40، اللي هي 40 سنتي، 45 سنتي، 50 سنتي، 55 سنتي. تمام. ده ال4 دور. ونبدأ نرتب اشكال السلاسل بحيث ان هي تدي شكل في الاخر منسق، وشكله الشكل العام بتاعه كويس. سواء كنا نحط السلسلة العريضة فوق او في النص، او السلسلة العريضة تحت، السلسلة الرفيعة فوق او في النص او تحت، احنا نشوف الشكل المناسب ايه ونبدأ نشتغله. طب احنا هنعملها ازاي؟ اول حاجة طبعا احنا هنعمل اول دور من السلسلة الرفيعة دي. تمام. وتاني دور من السلسلة الاستانلس. تالت دور هنعمله من السلسلة اللي هي البلبلة دي. تمام. ورابع دور هنعمله من السلسلة اللي هي ممكن تكون عريضة او كبيرة شوية، اللي هي بالشكل ده. تمام. اول حاجة هنعملها ايه؟ طبعا هنبدأ نظبط المقاس ونقص. ده اللي هي السلسلة الصغيرة اللي احنا قلنا نعملها اول دور، فاحنا عايزين نقص منها 40 سنتي، اللي هو اول ده هنعمله 40 سنتي. تمام. ادي 40 سنتي من السلسلة الاولى. تمام. هنبدأ ادي 40 سنتي. السلسلة اللي هي الاستانلس هنبدأ نقص منها 45 سنتي. دي السلسلة اللي هي الاستانلس برضو 45 سنتي. دي هتبقى الدور التاني، يبقى دي الدور الاول ودي الدور التاني. بعد كده هناخد السلسلة البلبلة نقص منها 45 سنتي. لا، 50 سنتي. احنا قصينا 40، 45، يبقى دي هنقصها 50 سنتي. انا قصهم ومجهزاهم. تمام. دي اللي هي السلسلة البلبلة. بعد كده هنجيب السلسلة اللي هي الكبيرة، وهنقص منها 55 سنتي. تمام. يبقى احنا قلنا 40، 45، 50، والسلسلة الأخيرة دي هنقص منها 55 سنتي. تمام. اللي هي السلسلة العريضة دي، اللي هي بالشكل ده. تمام. هنبدأ نعمل ايه؟ احنا طبعا هنقص المقاسات بتاعتنا، وهنبدأ بعد كده
نظبط الاتجاهات بتاعه السلاسل عشان ما تطلعش قطعه من سلسله مبرومه او مش في نفس الاتجاه. هنعمل ايه؟ هنبدا نرسم قدامنا كده بالشكل ده الدور اللي احنا حابين الشكل بتاعها، الترتيب بتاعها، سواء كانت السلسله مثلا هنحط رفيع زي ما انا قلت فوق او نحطه في الوسط، نحط السلسله العريضه تحت، ونبدا نظبط السلسله بحيث ان هي يكون اتجاهها سليم او كلها مفيش حاجه فيها مبرومه. تمام. بعد كده هنبدا نقفل. هي بمنتهى البساطه مفيش اي حاجه خالص، ان احنا بس هنظبط الاتجاهات بتاعتها بحيث ان هي تطلع اتجاهها من اليمين زي الاتجاه من الشمال. مفيش حاجه متركبه فيها معوجه. فنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب الزرد، هنستخدم في الجناب الزرد اللي هو الكبير اللي احنا قلنا عليه في البدايه، ده اللي هو الزرد الكبير هنستخدمه في الجناب. هنفتح الزردة بتاعتنا. تمام. بالشكل ده. بعد كده احنا هنبدأ نحط الادوار بنفس الاتجاهات اللي احنا حاطينها دي، بحيث ان هي السلسله رفيعه اول حاجه فندخلها في الحلقه. تمام. السلسله اللي هي قلنا عليها اللي هي الاستانلس هنحطها تاني واحده. السلسله اللي هي البلبله هنحطها تالت واحده. هنا السلسله البلبله فيها مشكله، مش هتدخل في الحلقه لان هي حلقاتها صغيره. تمام. لا هي دخلت، بس هي دخلت بصعوبه شويه. احنا ممكن نفادي الجزئيه دي ونستخدم الحلقه الصغيره. الحلقه الصغيره هي بتدخل فيها. تمام. فاحنا هنستخدم حلقه صغيره بحيث ان هي وبرده هتبقى فيها السلاسل، هتاخد السلاسل وتبقى كويسه، اللي هي الحلقه مقاس 6. تمام. هنفتح الزردة بالشكل ده. هنبدا نحط فيها برده السلاسل تاني بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه، اللي هي السلسله الصغيره الاول. بعد كده هنحط السلسله اللي هي الألمونيا اللي عليها طبقه استانلس. بعد كده السلسله اللي هي البلبله. تمام. طبعا السلسله البلبله بتبقى حلقاتها صغيره، بتبقى عايزه زرد رفيع شويه. تمام. بالشكل ده كده حطينا 3 ادوار، السلسله الصغيره وبعدين السلسله اللي هي اللي عليها طبقه استانلس وبعد كده السلسله اللي هي بلبله. بعد كده هنحط السلسله الدور الاخير اللي هو الدور الرابع اللي هي السلسله الكبيره شويه. تمام. يبقى احنا كده خلصنا الدور ده. تمام. تمام. بعد كده هنبدا نحط القفل. تمام. ونقفل. يبقى ده الشكل. احنا كده عملنا ال4 ادوار هنا هم. تمام. بالشكل ده كده السلسله الرفيعه وبعد كده السلسله الستانلس. تمام. السلسله البلبله وبعد كده السلسله اللي هي عريضه بالشكل ده. تمام. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا الجزئيه الجايه ان احنا نظبط الاتجاه بحيث ان هي يبقى كل واحده في نفس الاتجاه في الناحيه التانية، ما تبقاش واحده مختلفه او مبرومه على عكس، يعني تكون الاتجاهات سليمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. هنعمل ايه؟ هنبدا نعدلها قدامنا كده. تمام. عشان نبدا نقفل من الناحيه التانية. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعدل السلسله اللي هي الدور الاول كده، السلسله الدور التاني اللي احنا قلنا عليها الاستانلس. تمام. نعدلها معانا ونعدلها تبقى ماشيه كده باتجاه سليم. تمام. وبعد كده السلسله البلبله. تمام. وبعد كده السلسله اللي هي العريضه شويه اللي احنا حاطينها في الدور الرابع بتاعنا بالشكل ده كده. احنا عدلناهم. هنبدا بقى
نقفل من الناحيه التانية. تمام. هنجيب زردة. تمام. نبدأ نفتح الزردة بتاعتنا بالشكل ده. هنبدأ احنا مشينا الناحية الأولانية الدور الأول وبعدين التاني وبعدين التالت وبعدين الرابع في الآخر. احنا هنا في الناحية التانية هنبدأ بالرابع، هنبدأ بالعكس، فهنبدأ بالرابع. تمام. هنبدأ بالرابع نحطه كده. بعد كده السلسلة تبقى بنفس الاتجاه برضو زي ما احنا حاطينها وعادلينها. نحط الحلقة بتاعتها. ده اللي هو الدور التالت. تمام. طبعا الحلقة بتاعتها صغيرة شوية. ده الدور التالت. بعد كده نحط الدور التاني. تمام. بعد كده نحط الدور الأول. تمام. احنا كده ماشيين اتجاهاتنا صح، الدور الرابع وبعدين الدور التالت التاني الأول وبعد كده نقفل. تمام. ممكن نسيبها زي ما هي كده ونقفل، يبقى بقت بالشكل ده كده. تمام. بقت بالشكل ده كده اهو. نحطها كده. نعدل اتجاهاتنا بحيث ان هي تبقى السلسلة هنا. نشوف الاتجاه بتاعتنا في الناحيتين اخبارها ايه، مظبوطة ولا ايه. تمام. اتجاهاتنا اهي. دي اللي هي السلسلة الأربعة دور. أهم حاجة فيها اللي هي المقاسات، نظبط المقاسات والاتجاهات من الجنبين. تمام. دي السلسلة الأربعة دور. ممكن نحط فيها نختار، ممكن نحط لعبة واحدة بس في الدور الأول، ممكن نحط لعبة في الدور التاني بس أو التالت أو الرابع، ممكن نحط في الأربعة، ممكن نحط في اتنين. تمام. على حسب ما احنا عايزين. ممكن نحط في الرابع بس، في التالت بس، في الشكل الأحسن. نشوف الشكل الأحسن ايه بالنسبة لنا ونعمله. احنا هنحط مثلا 3 عين. ممكن نشغل 3 عين نحطهم تحت بعضهم كده بالشكل ده. تمام. لان طبعا العين دي طالعه ترند، شكلها كويس. وطبعا هي ترند للسنه دي. العين الصغيره دي بتبقى في السلسله برضو شكلها حلو. لو احنا حاطينها 3 برضو حلو. الشكل ده يبقى كويس. ممكن نحط مثلا معدن يمشي برضو. طب هنعمل ايه؟ هنبدا طبعا العين هي العين هنا وشها زي ظهرها، فيعني مش هتختلف. احنا ممكن نحط على اي اتجاه تطلع وشها زي ظهرها. هنجيب زردة. نفتح الزردة بتاعتنا. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ هنحط عين في الدور الاول معانا. نركب في الدور الاول. نبدأ نقفل. ادي الدور الاول. تمام. حطينا فيه العين اهي. هنحط في الدور التاني عين برضو. هنجيب زردة. نفتح الزردة بتاعتنا. تمام. بالشكل ده. نحط العين في الدور التاني. تمام. يبقى احنا كده ركبنا الدور التاني. فاضل هنركب الدور اللي في الدور التالت اللي هي الدلاية العين. هنجيب زردة. تمام. نفتح الزردة.
تمام. بعد كده نحط فيها السلسلة، نقفل الزردة بتاعتنا. تمام. ده احنا كده حطينا في الثلاث ادوار الاولانيين الدلاية العين بالشكل ده. تمام. وده شكل السلسلة اللي هي 4 دور. يا رب الموديل بتاع النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.